بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان إن شاء الله على أبواب خلال أيام. كل عام وأنتم بخير، وتمنياتي ليكم دوام الصحة والعافية، ويجعله شهر خير علينا جميعا يا رب. هنتكلم طبعا في النهاردة مواضيع كتيرة جدا موجودة على الساحة، وهي موضوع النادي الأهلي ومباراة الهلال. طبعا عارفين ان مباراة النادي الاهلي مع الهلال مباراة مهمة. يمكن الحمد لله الواحد بعد مباراة سان داونز والهلال اتكلمت ان الفترة اللي جاية مباراة صعبة على النادي الاهلي، وافضل وقت دلوقتي تواجد الجماهير. خلينا نتكلم ان النادي الاهلي هو ممثل مصر حاليا في بطولة افريقيا. مباراة مصرية، مباراة مهمة جدا هتعيد روح المنافسه وروح البطوله. طبعا بعد خروج نادي الزمالك طبعا خلاص يعني ودع البطوله من دوري المجموعات. يمكن دي تالت تقريبا على ما اعتقد، ده تالت موسم يودع البطوله بالمجموعات وما يوصلش للادوار النهائيه. وخلينا نتكلم، بس هتكلم على موضوع الزمالك بعد كلامي على النادي الاهلي. مباراه مصيريه للنادي الاهلي، لا لازم الكل يدعم، لازم يبقى فيه مساعده من اتحاد الكوره ومن الرابطه. مباراة مهمة. فريق النادي الأهلي بيمثل مصر في بطولة قارية، بطولة مهمة جدا هتفرق بشكل كبير جدا في الكرة المصرية، هتعود على منتخب مصر. يعني فيها حاجات كتيرة جدا، مكاسب. أعتقد إن لازم يبقى في دعم، أنا شايف إن مش عارف في كلام على مباراة المصري في كأس الرابطة. يا جماعة دي بطولة، يعني مش هتأثر لو انت أجلت المباراة، لأن النادي الأهلي محتاج الفوز في المباراة دي. مباراة صعبة جدا، خصوصا كمان الفرق ما بين المباراة تقريبا 3 4 أيام. لا، لازم يبقى في دعم للنادي الأهلي، ولازم المباراة تتأجل. أنا شايف إن الكلام كله اللي نازل إن مش هتتأجل صعب جدا. ليه يعني؟ مباراة مش مهمة قوي، يعني مش بطولة قارية. أنهي أفضل، بطولة قارية ولا بطولة تعتبر كأس رابطة، يعني بطولة شرفية؟ فأنا شايف إن لازم يبقى في دعم، لازم يبقى في تواجد جماهير. افتحوا الاستاد، خلي الجماهير تخش. النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي محتاجة الدعم الجماهيري. احنا شفنا مباراة الجماهير عاملة ازاي. هي في فرق المغرب، سواء الوداد او الرجاء المغربي. شوفوا الجماهير موجوده ازاي. احنا مش اقل من الدول دي، مش اقل من الفرق دي. مباراه مصريه لازم يبقى في جماهير. افتحوا سعه الاستاد، خلوها 50 60 الف. لازم اللعيبه تحس ان دي بطوله مهمه. لا، هم حاسين اكيد ان بطوله مهمه، بس لازم يبقى الدعم الجماهيري ودعم من كل المسؤولين في الرياضه المصريه، من اول وزير الشباب، رابطه الانديه، اتحاد الكوره. يا جماعه خلينا نفرح شويه. الكره المصريه خلينا نتكلم في الفترة الأخيرة مش في أفضل حالاتها. الحاجة الوحيدة اللي تفرحنا هي البطولات. فالنادي الأهلي دلوقتي هو الوحيد اللي ممثل لمصر، فلازم دعم. أيا كان بقى ناس مختلفة، فهو لازم دعم إعلامي، دعم جماهيري. لازم الكرة المصرية ترجع لمكانها الطبيعي من ناحية جماهيرية ومن ناحية بطولات. أتمنى التوفيق للنادي الأهلي، وأتمنى ان سعه الجماهير تبقى موجوده. ما حدش بقى يجي يقول 15,000 و20,000، لا خليها 50,000. الناس دلوقتي ما شاء الله بقى في التزام، وكل عارف القوانين، وكل عارف كل حاجه، والناس نفسها تشجع كوره وتشجع رياضه. رجعوا الجماهير تاني، لازم الجماهير ترجع، واتمنى ان دي تكون بدايه عوده الجماهير. محتاجين، لازم نرجع تاني للجماهير. الكره المصريه بدون جمهور بتبقى ممله. فاتمنى ان شاء الله باذن الله المسؤولين في الدوله، وزاره الداخليه، وزير الشباب، اتحاد الكوره، لازم تدعم النادي الاهلي. مش وقت خالص مباراه المصري. واعتقد ان النادي الاهلي هيبقى فيه تصرف، لانها مش بطوله مهمه للنادي الاهلي. وارد ان ممكن النادي الاهلي يلعب بالناشئين، لان في لعيبه راحت منتخب، وفي مباراه قبلها بثلاث ايام. لا، انا ضد ده تماما. ولازم يبقى في دعم للنادي الاهلي اكتر من كده حقيقي. بتمنى التوفيق للنادي الاهلي، واتمنى اللعيبه تبقى على قدر المسؤوليه. وتواجد الجماهير هيفرق مع لعيبه النادي الاهلي، وهيفرق بشكل كبير جدا للكره المصريه. حتى الناس كلها، الوطن العربي كله هيتابع، وافريقيا كلها هتتابع المباراه دي، لانها مباراه مهمه. كل التوفيق للنادي الاهلي، وكل الدعم للنادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي وللجهاز الفني. ان شاء الله يفرحونا، وترجع البطولات تاني لمصر وللنادي الاهلي باذن الله، وكل الانديه اللي بتشارك. هتكلم على خروج نادي الزمالك طبعا من بطوله افريقيا، من دوري المجموعات. خلينا نتكلم ان ده موسم كارثي لنادي الزمالك. اسماء لعيبه، صفقات اتعملت عليها ضجه اعلاميه بارقام خياليه، ما فادتش نادي الزمالك. فطبيعي مشاكل كتيره جدا من مرتضى منصور مع ناس كتيره جدا، وكلامه وتدخل اولاده
ومع احترامي في القنوات ناس بتقعد تهز راسها وتقعد تطبطب وتقعد تطبل، فطبيعي ان الاجواء لازم هتوصل لكده. هزايم كتيره جدا في الفتره الاخيره، اداء وحش، صفقات لا تليق بنادي الزمالك ولا تضيف لنادي الزمالك. طبيعي ان انت مش هتاخد بطوله. عشان تاخد بطوله لازم يبقى عندك مقومات البطوله. عناصر مهمه جدا رحلت عن نادي الزمالك كانت مؤثره. كل الاجواء دي تخبط اداري وتخبط اداره وكسر، مدرب يمشي ومدرب يجي، وبعد كده يجي مدرب مصري يبقى في مشاكل ما بينه وما بين الجهاز. كابتن اسامه النبيل النهارده اعتذر عن المهمه. كلام كتير جدا في اليومين هنشوف مين المدرب. فيها اكتر من كذا حد موجود في دايره الترشيحات، منهم جروس، منهم ميدو، منهم كابتن طارق مصطفى. يعني في اسماء كتيره جدا موجوده. بس اللي انا شايفه بقى ان في كلام كتير جدا ان مرتضى منصور هيخرج وهيعمل قرارات تاريخيه. ايه اللي هيعمله يعني؟ مش فاهم ايه اللي هيحصل يعني. هيشارك في بطوله افريقيا في النهائي يعني على طول، ولا هياخد الدوري، ولا هيشارك في كاس العالم؟ انا مش عارف ايه القرارات التاريخيه. ما هو الصفقات دي هو اللي جايبها، هو واولاده، بارقام خزعبليه وتدخل يعني بدون عنايه، بدون دراسه. تحس ان هو القرارات انا صاحب القرار. دايما بتكلم في النقطه دي ان دايما معظم الناس ما بتشتغلش للنادي، بيشتغل لمصالحه الشخصيه، وقرارات عشوائيه، مشاكل كتيره جدا مع لعيبه، تصريحات تدمر اي حد. تصريحات طبعا على فتوح وعلى عبد الله جمعه. طبيعي ان هيحصل مشكله جوه الفرق، طبيعي ان مش هيبقى في استقرار جوه اللعيبه هتبقى خايفه، اللعيبه هتبقى الحاله النفسيه والحاله المعنويه بالنسبه لهم. ايه ده؟ ازاي رئيس نادي يطلع يتكلم على لعيب كوره مهم كمان ولعيب منتخب مصر واساسي؟ طبيعي. لاحظوا كده بعد التصريحات على فتوح وعلى عبد الله جمعه الدنيا باظت. ما هو ما ينفعش تطلع تتكلم. انا طبعا كل الناس عارفه هو كان يتكلم في ايه وقال ايه. مشاكل كتيره جدا. انا شايف كل يوم قضايا وكل يوم مشكله، ومش عارف رفع قضيه على مين ومين ما رفع قضيه. ده نادي الزمالك بقى كل يوم في المحاكم. نادي الزمالك باسم نادي الزمالك بتاريخه بقى يتذكر اسمه في القواضي اكتر ما بيتذكر اسمه في البطولات. انت دلوقتي بيقول لك قرارات والناس عماله تتكلم وقرارات قويه هتتاخد. ايه اللي هيحصل يعني؟ مش فاهم، بتكلم بجد. موضوع غريب جدا يعني، كانه ما هو اللي كان موجود. ما هو من شهر ولا من شهر شويه كان هو صاحب القرار. من الموسم اللي فات والموسم اللي قبليه كان هو صاحب القرار. هو صاحب القرار في تواجد اسماء لعيبه مع احترامي دون المستوى ما تصلحش تعدي من جنب سور نادي الزمالك. لعيبه لن تضيف. يعني بنقعد نتكلم كل ما لعيب يمشي. طارق حامد مشي، قال لك مش عارف على مين اللاعب المغربي، مش قال لك ده احسن من طارق حامد. دونجا قال لك احسن من امام عاشور. اي حد يجي ده افضل من كده. ما انت فضيت الفرق. بن شرقي ما اعرفش لعيب برده جه قال لك ده احسن بن شرقي من 100 مره. يا جماعه هو مش بالكلام، مش اي حد يلعب في نادي الزمالك، مش اي صفقات غريبه بصراحه، وقرارات عشوائيه ومشاكل كتيره جدا بيمر بيها نادي الزمالك. فجمهور نادي الزمالك ليه حق يزعل، بس شوفوا صاحب القرار بيعمل ايه. شوفوا دوامه المشاكل، دوامه العداوه اللي ما بينه وما بين الناس وما بينه وما بين اشخاص واعراض وكلام في اعراض وسب وقصف وكلام كتير جدا. وشوفوا كم التطبيل اللي موجود على القناه. يعني عاملين يتكلموا يقول لك الاسد هيرجع ومش عارف مين هيرجع. ما هو كان موجود. ايه اللي حصل يعني؟ ما هو اللي جاب اللعيبه دي هو واولاده. يعني انا من رايي كسر التغيير، كسرت تواجد اللعيبه ده بلا هدف. اللي هو انا بجيب صفقات اسم ان انا جبت صفقات. ما انت جبت صفقات تعبانه، جبت صفقات فرز تاني. عندك مين تاني؟ انا هقول لكم الاسماء والله اللي موجوده في خلال الفتره الاخيره. ايه الاضافه اللي حصلت منهم يعني؟ سامسون ما لعبش. عمر جابر مع احترامي ليه رغم اني بحبه جدا لن يضيف لنادي الزمالك ولا عمل اي حاجه ولا اضاف شيء، رغم ان عنده الخبرات وعنده يعني المفروض يبقى في اضافه. الجماهير غضب جماهيري عليه. المفروض ان انت بخبراتك تبقى تفرق مع نادي الزمالك. ما عملش اي حاجه. ناصر منسي ما شفناهوش، قاعد يتقال ان هو افضل مهاجم في مصر ولا شفناه ولا لعب. يعني معناها ان المدير الفني فيريرا مش مقتنع بيه اصلا. مصطفى شلبي مع احترامي ما بيلعب لعب تقليدي. وانا اتكلمت قبل كده يمكن ما لعبش غير مباراه واحده اللي كان كويس فيها، مباراه الترجي. بس انا دايما بتكلم على اللعيب
اللي بيستمر، اللعيب اللي بيبقى متواجد في الملعب واداؤه متواجد. ممكن تبقى 5 مباريات ما شاء الله شغال كويس، بس تيجي مباراه او مباراتين ما تبقاش ماشي، زي زيزو لما بيبقى فايق بيفرق مع نادي الزمالك. اما مع احترامي كل الصفقات اللي جت اللي هي باختيار مرتضى منصور واولاده واحمد وامير، اختيارات عشوائيه، اختيارات فيها شكوك كتيره جدا والناس عارفه. موضوع غريب جدا. والارقام والعقود اللي بتتسرب دي بالارقام الخزعبليه، يعني الزناري ب 40 مليون ومش عارف سامسون ب 2.5. ايه يا جماعه ده؟ ايه ده؟ مين دول؟ انت جايب مين؟ ده مع احترامي والله لعيبه اقل، دول اخرهم 3 مليون جنيه في 3 سنين. ده انتوا بتتكلموا في ارقام يا جماعه. الارقام اللي بتدفع دي بتجيب لعيبه احترفت وكانت بتلعب في الدوري التركي، وتقدر تجيبهم وتقدر تجيب افارقه على اعلى مستوى باسعار اقل من كده بكتير. بس طبعا الموضوع فيه شبهات كتيره جدا، لان دايما في شركه واحده هي اللي بتتعاقد، سواء مدربين او سواء لعيبه، هي نفس الشركه. وبرده في حاجه افظع غريبه، بعد رحيل امام عاشور فوجئت ان في كلام ان المفروض اعاده، لو اتباع امام عاشور في اوروبا المفروض نادي الزمالك هو اللي ياخد 20%. طلع ان نادي الزمالك ما قالش اصلا ولا كتبه في العقد، طلعت ان الشركه هي اللي كاتبه في اعاده بيعه 10%. ايه يا جماعه ده؟ ايه التخبط ده؟ ايه الحاله اللي موجوده فيها نادي الزمالك ده؟ انا عارف ان ناس كتيره جدا بتقعد تهاجمني، بس دي حقائق. ان انت دافع عن ناديك ودافع عن كل حاجه، بس انت شجع ناديك وشجع مصلحه النادي. الاشخاص دي والله العظيم 3 شغالين لمصالحهم الشخصيه، شغالين ليهم هم، مش شغالين لصالح النادي. وده دايما اللي بتكلم فيه، ان معظم الناس اللي موجوده اختياراتها عشوائيه. مع احترامي ولا لعبوا كوره ولا لمسوا موضوع فيريرا يمشي ويجي، طبيعي ان هيعمل لك مشكله في اوضه اللبس، طبيعي. الراجل مش حاسس بالامان، اللعيبه في نفس الوقت هي مش حاسه ان الراجل ده قاعد ولا ماشي. انت جايب مدرب قعد عشان شرط جزائي، ما انت كنت ممكن تلحق الاجواء دي قبل ما تخرج من بطوله افريقيا، وتخرج بطريقه مش حلوه. يعني حقيقي يعني ان الزمالك يبقى الاخير، ودي اعتقد اتكررت اكتر من كذا مره في الفتره الاخيره، لا مش حلو، مش تاريخ نادي الزمالك ولا اسم نادي الزمالك يليق بيه. لان مفيش روح، مفيش اداء جوه الملعب، مفيش مفيش الامكانيات اللي تساعدك تاخد بطوله. اللعيبه اللي موجوده دي ما تجيبلكش بطوله. ابراهيم نضاي ومحمد عبد الغني ملوش، مش شايف قدامه، مستواه بعيد جدا. حسام عبد المجيد يعني بعيد تماما. انا كنت متوقع ان يبقى ليه مستقبل كبير، جه في الفتره الاخيره لما اتلعب عليه المباريات القويه ومهاجمين اقوياء اتكشف. ما حدش يتكلم على الونش، لان الونش لسه راجع من اصابه، ولاعيب مميز ولاعيب مقاتل وعنده قلب وبيموت نفسه. هو ده اللعيب اللي فعلا يتقال عليه. الجزيري عندك في الفتره الاخيره مش موجود، لعب ماتش ولا ماتشين في وسط 8 ماتشات ولا 10 ماتشات. زيزو مش في حالته. لا، في حاجات كتيره جدا تخبط في نادي الزمالك، فطبيعي ان ده الانهيار. وشايف ان في ترند لسه طالع برحيل الاداره كلها. انا بتفق كده، لان الناس دي ما اشتغلتش لصالح النادي، اشتغلت لمصالحهم الشخصيه. ان عندك مرتضى منصور واحمد مرتضى وامير مرتضى هم اللي بيتحكموا في الموضوع. انا رخر بتوقع يعني اللي والله شويه ممكن نبقى مرتضى منصور يبقى مدير فني، وامير مرتضى يبقى مدرب عام، واحمد مرتضى منصور يبقى مدرب مساعد، ونخلص. ما ده اللي ناقص والله. واللي يقول لك هيطلع يعمل قرارات تاريخيه، يعني ايه قرارات تاريخيه؟ يعني مش ايه اللي هيحصل؟ يعني ايه اللي هيروح يلعب في نهائي بطوله افريقيا على طول مره واحده؟ يعني في الابطال الدوري مش ممكن. ايه هيلعب في كاس عالم الانديه؟ ايه هيجي يروح يجيب الدوري ويجي هيروح يجيب كاس مصر؟ ما كل ده تخبط. والناس اللي شغاله اللي بتتكلم دايما في النادي وبتقعد تتكلم على القناه وبتتكلم على السوشيال ميديا، دول هزازين رؤوس بجد، مش لصالح النادي. لان اللي بيشوف الحاله بتاعت نادي الزمالك اللي موجوده في الفتره الاخيره ده حاله تخبط غير طبيعيه، وصفقات وتعبانه، وما صفقات ولا اضافت شيء ولا عملت اي حاجه. فطبيعي ان الحاله دي هتحصل. والناس شافت، يعني الناس شافت الفتره الاخيره وعداوات. انا بقيت اشوف نادي الزمالك والله كل شويه في المحاكم، كل شويه قضيه وكل شويه مشكله، وناس عماله تتكلم لمصالحها الشخصيه وعاملين يدافعوا. انتوا بتدافعوا عن نادي الزمالك.
اتكلموا عن نادي الزمالك، اتكلموا نادي الزمالك ازاي يوصل لكده، ازاي نادي الزمالك يوصل بالمستوى ده، ان اللعيبه دي والله لعيبه دون المستوى اخرهم يلعبوا مع احترامي انديه الوسط، يلعبوا في درجه تانية، مش نادي الزمالك، مش نادي الزمالك، مش لعيبه نادي الزمالك. دخلنا في دايره تاني، مدرب يجي ومدرب يمشي وهنخش في الدايره دي. انا بقول ان مش وقته خالص الاجواء دي، لازم في اعاده هيكله، لازم في الامور تتظبط، لازم الاداره سواء انا بتوقع ان على الاجواء اللي موجوده دي، يعني المفروض انا شايف ان انا ما اضفتش شيء لنادي الزمالك، اقدم استقالتي وامشي بعد كمان المشاكل الاخيره اللي مرتضى منصور عاملها مع الناس والاجواء اللي موجوده فيها دي. يعني ايه لما يطلع حد من نادي الزمالك يقول لك انا هروح اعمل له زياره وناخد قرار؟ ايه يا جماعه ده؟ ايه ده بجد؟ هو نادي الزمالك بقى كده؟ نادي الزمالك بقى في المحاكم، نادي الزمالك بقى يتاخد قراراته، انا مش عايز اقول لفظ، يتاخد قراراته بحد مش موجود اصلا. ايه ده؟ ايه ده بجد؟ لسه شايف مرتضى عايز خالد جلال، وامير مرتضى عايز ميدو. ايه ده يا جماعه؟ ده كل واحد على حسب مزاجه وكل واحد على حسب هواه، مفيش استراتيجيه، مفيش بلان انا ماشي عليه، وارد ان انا اغلط بس لازم اشوف ايه الغلط اللي انا عملته. بس طبعا مفيش الكلام ده لان هو ما بيسمعش لحد، وواخدها عافيه، وواخدها بالمشاكل، وواخدها ان هو قوي، وواخدها ان انا اللي بمشي وانا صاحب البطولات. ومش عارف ليه صفحه نادي الزمالك صفحه رسميه يعني منزلين 79 بطوله. انتوا ليه بتضحكوا على الناس؟ ليه بتتكلموا؟ ليه بتوصلوا للناس كلام دايما مش صح؟ الناس بقت واعيه. الناس هل انت بتعمل كده يعني عشان تداري على الفضيحه خروجك من بطوله من دوري المجموعات وان انت ما وصلتش للادوار النهائيه؟ يا جماعه كفايه بجد، والله بجد نادي الزمالك المفروض يبقى افضل من كده. نادي الزمالك المفروض يبقى افضل من كده. الاشخاص اللي موجودين ما بيشتغلوش لنادي الزمالك، بيشتغلوا لمصالحهم. كم المشاكل وكم اللي حصل الفتره الاخيره، وحتى ده اللعيبه ما سلمتش منه الكلام، حتى على اللعيبه اللي هي بتكسبك وبتجيب لك بطولات انت ما سبتهاش في حالها. فطبيعي ان الاجواء دي لازم تحصل، ولازم نادي الزمالك ولا ياخد بطوله دوري ويخرج من كاس مصر ويخرج من بطوله افريقيا، طبيعي لازم يبقى في انهيار. طالما ما الحاجه الغريبه اللي بيتقال ان هيطلع يتاخد قرارات مصريه في ايه؟ والله بجد حاجه بجد يعني عيب بجد ان يتقال الكلام ده. في اخطاء اطلع قول ان انا اخطات، واطلع قول ان انا لاقي نفسك ان انت مش قد المنصب، ابعد. ما هتشتغل المنصب لحسابك انت ولحساب اولادك وحساب عيالك، ما كل واحد بقى يجيب ولاده ويطلع يقول يمجد فيهم. الشغل هو اللي بيتكلم. حتى مشاكل في بطول في اليد وفي كرة السلة، اجواء غير طبيعية جوه نادي الزمالك تهد الكيان تهد اي حد يشتغل. مفيش استقرار، مفيش اي حاجة، مشاكل غير طبيعية. ده ملخص كلامي، وانا عارف ان الكلام ده هتهاجم عليه وناس كتيرة جدا هتزعل مني، بس والله الواحد دايما بيتكلم بشفافيه، بيتكلم من اللي جواه. لان فعلا الاجواء دي اي لعيب والله لو جبنا كريستيانو رونالدو ولا جبته ميسي يلعب في الاجواء اللي موجود فيها نادي الزمالك، مع تغيير كل شويه مشكله في الجهاز الفني ومع اللعيبه، والله العظيم ثلاثه اقسم بالله ما هيجيب كورنر حتى. بشكركم على المتابعه وتحياتي ليكم وكل سنه وانتم طيبين. ابراهيم سعيد.